في يوم عادي جدا، القاهرة اكتشفت إن في مكان واحد لو اتأثر المدينة كلها تحس. مش لأن الناس بطلت تتحرك، لكن لأن كل حاجة كانت ماشية على خيط، والخيط ده فجأة اهتز. في قلب القاهرة عند رمسيس، الدنيا كانت ماشية كالمعتاد، زحمة، أصوات، مواصلات، مكالمات، شغل، رسائل، وكل شخص في حاله مستعجل ومشغول بحياته. الناس في الشارع ما كانتش شايفة غير تفاصيلها اليومية. حد ماسك موبايله، حد بيكلم حد مستني خدمة تخلص، وحد بيجري ورا موعد. لكن في الخلفية كان في شيء أكبر شغال بصمت، شيء أغلبنا ما بيفكرش فيه أصلاً. البنية اللي شايلة التواصل كله، المكان اللي بيخلي الشبكة تمشي والخدمات تفضل واقفة والحياة تستمر من غير ما نحس. اسم المكان ده سنترال رمسيس. وفي لحظة الهدوء الظاهري بدأ يتكسر. الخبر ما انتشرش مرة واحدة. أولها كان كلام صغير، إشاعة، بعدها ملامح الناس اتغيرت، بعدين بدأ القلق يكبر. في حاجة حصلت، ومع كل دقيقة كانت بتعدي كان واضح إن الموضوع مش بسيط.